صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي انتوا بتشوفونا فيه. المهم ان ربنا يجعل ايامكم كلها خير. اشهر البشر المغرورين اللي تحدوا الله سبحانه وتعالى. تابعونا. اول قصة معانا عن رئيس دولة قال تصريح مجنون ادى لنهايته. سنة 1984 كان في انتخابات الرئاسة في البرازيل. كان في ساعتها مرشح للرئاسة اسمه تانكاريدو نيفاز، وده كان رئيس وزراء البرازيل. تانكاريدو نيفاز خلال حملته الانتخابية قال تصريح مجنون، قال لو قدرت اجمع 500 ألف صوت حتى ربنا مش هيقدر يبعدني عن الرئاسة. بس اللي حصل بعد كده ان تانكاريدو حصل على ال 500 ألف صوت، وفعلا اصبح ان ما بقاش ما بينه وما بين الرئاسة غير مراسم التنصيب. وفجأة قبل تنصيبه كرئيس للبرازيل اتصاب بالتهاب خطير في 14 مارس سنة 1985، واللي مات بسببه بعد 29 يوم قبل حفلة تنصيبه كرئيس بساعات. حصل نيفاز على ال 500 ألف صوت ولكن ممسكش الرئاسة ولو ليوم واحد. سبحان الله. تاني قصة معانا النهاردة قصة رائد فضاء اتجرأ على الله. يوم 12/4/1961 كان رائد الفضاء الروسي يوري جاجارين قام بأول رحلة ناجحة للفضاء، ولف حوالين الأرض بالمركبة الفضائية سبوتينك 1، وفضل يلف يوري جاجارين حوالين الأرض وهو منبهر بالفضاء وما كانش مصدق اللي شايفه بعينه من تناسق وجمال الفضاء الفسيح. لكن بمجرد ما نزل الأرض مرة تاني قال تصريح غاية في الغرور لكل الصحفيين اللي كانوا موجودين ساعتها. بيقول: وانا في الفضاء لم ارى الله الذي يؤمن به المؤمنون. وتقريبا كان ده التصريح اللي بسببه مات موتة بشعة. واللي حصل ان اللي في 27 مارس سنة 1968 طلع يوري جاجارين هو وزميله بمركبة فضائية طلعة روتينية بطيارة نفاثة، ولكن وهم في الجو حصل للطيارة خلل. لحد وقتنا هذا محدش عارف سبب الخلل ايه، لانهم طبيعي كانوا كاشفين على كل الحاجات اللي في الطيارة او كل معدات الطيارة قبل ما يطلع، وساعتها وقعت الطيارة واتحطمت ويوري جاجارين يتحرق بالكامل ويتحول لرماد، وفضل فترة طويلة جدا محدش قادر يتعرف على جثته. تالت قصة معانا النهاردة وهي قصة صانع سفينة تايتانيك. سفينة تايتانيك الشهيرة اتصنعت في دولة اسمها ايرلندا الشمالية او شمال ايرلندا، واللي تعتبر جزء من المملكة المتحدة. وصاحب فكرة السفينة العملاقة دي واحد اسمه توماس أندراوس. ولأن سفينة تايتانيك كانت معجزة في وقتها بالنسبة لحجمها وإمكانياتها، فكانت حديث الصحافة في العالم كله. وفي مرة جه صحفي سأل توماس أندراوس عن درجة قوة وأمان السفينة واحتمال إغراقها، فرد توماس ساعتها بلهجة كلها تحدي وبجاحة وقال: حتى الله لا يستطيع إغراقها. طبعا أغلبنا عارف قصة السفينة وقصة ركابها، بس للي ما يعرفش إن جه الرد الإلهي بمنتهى السرعة على تصريح صانع السفينة المغرور. اللي حصل إن سفينة تايتانيك أول رحلة ليها كانت متجهة من إنجلترا لنيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق المحيط الأطلسي، وكان فيها حوالي ما يقرب من 2200 راكب. وفي مساء الأربع بتاريخ 14/4/1912 اصطدمت السفينة بجبل جليدي محدش من البحارة عارف الجبل ده طلع منين، وازاي اصلا ابراج المراقبة اللي على السفينة ما قدرتش تشوفه ولا تحدده. غرق اكبر قدر من السفينة في خلال 2:40 دقيقة، وبعد كده استمر الجزء اللي فاضل فيها للغرق لحد تاني يوم الصبح. ومات في الحادثة دي حوالي أكتر من 1500 شخص اتجمدوا ساعتها في المحيط. وشوف سبحان الله، الرد الإلهي دايما يجي معجزة. السفينة اللي وظيفتها إن هي تمشي في المية تغرق بسبب جبل جليدي اللي هو أساسا من المية. رابع قصة معانا النهاردة وهي قصة فتاة اتجرأت على ربنا. سنة 2005 وتحديدا في منطقة اسمها كامبينا في البرازيل، بنت كانت مسافرة مع مجموعة من أصدقائها من الشباب، وأمها كانت رافضة سفرها، وخصوصا إن الشباب دي كان سلوكهم مش كويس. لكن البنت عندت أمها وأصرت إن هي تسافر مع الشباب. أمها ساعتها قالت لها: خلاص روحي ربنا يحميكي منهم. فالبنت ساعتها ردت على أمها رد مجنون، قالت لها: لو ربنا عايز يجي معانا يجي، بس في شنطة العربية عشان العربية ما فيهاش مكان لي. لكن جه الرد الإلهي بعد ساعات، كان الرد الصاعق
بعد ساعات جه خبر ان العربية اللي كانوا مسافرين بيها عملت حادثة وكل اللي فيها ماتوا. لكن المدهش اكتر ان العربية كلها اتدمرت لدرجة ان الشرطة ما قدرتش تحدد نوعها، وما فضلش فيها اي حاجة سليمة غير الشنطة، مجرالهاش اي حاجة، لدرجة ان الشنطة كانت فيها كرتونة بيض كلها سليمة ما فيهاش بيضة واحدة مكسورة. خامس قصة معانا النهاردة وهي قصة النمرود، اللي أنا شخصيا مش مقتنع بيها، بس هي قصة منتشرة. النمرود كان ملك بابل أيام فترة سيدنا إبراهيم، ويعتبر أحد ملوك الدنيا الأربعة. النمرود كان يمتلك كنوز كبيرة جدا وجيش جبار، وهو من أول من ادعى الألوهية، وكان بيجيله الناس يطلبوا الأكل والشرب منه. كان بيقول لكل اللي بيجيله هل تؤمن إني ربك؟ فبيكون الراجل اللي رايح له مضطر عشان ياكل ويشرب، فيرد عليه ويقول له اؤمن انك ربي. يبتدي النمرود يديله اللي هو عايزه. وفي يوم جاله سيدنا ابراهيم يطلب منه المساعدة لانه كان غريب عن المكان، فقال له النمرود هل تؤمن باني ربك؟ رد ساعتها سيدنا ابراهيم وقال له لا، لست ربي. ساعتها اتصدم النمرود من الرد، وان اول حد يقول له ان انت مش اله. ورد سيدنا إبراهيم وقال له أنا أعبد ربي. ولما أفهمه سيدنا إبراهيم وقال له ربي يأتي بالشمس من المشرق هاتها أنت من المغرب. ساعتها النمرود غضب غضب شديد جدا لأنه حس إنه هو عاجز على إنه يعمل شيء، وقال لربنا بكل تبجح ابعت لي جنودك إذا استطعت، على أساس إن هو عنده أكبر جيوش على الأرض ساعتها. ويقال ساعتها ان ربنا بعت ملاك من ضمن الملائكة للنمرود علشان يأمره بالإيمان، ولكن النمرود رفض بشدة وقال له اجمع جموعك واجمع جموعي، يعني هات جيشك وانا اجيب جيشي وتعالى نحارب بعض ونشوف مين اللي هيفوز على التاني. تاني يوم لما اشرقت الشمس جمع النمرود جيوشه علشان يحارب ربنا، فبعت له ربنا ساعتها جيش من الذباب والبعوض وسلطهم على جيوش النمرود. فساعتها أكلوا لحومهم وشربوا دمائهم وسابوهم على العظم، يعني جيش النمرود ده كله اتهزم من شوية ذباب وبعوض. شوف بقى حكمة ربنا في القصة دي، إن النمرود ما ماتش في الحرب دي. يقال ساعتها إن النمرود دخلت في أنفه ذبابة فضلت مجنناه، وفضل النمرود يضرب على راسه من شدة الألم علشان يخرج البعوضة دي بأي طريقة وأي وسيلة، وطلب من اللي حواليه إن هم يضربوه بالأحذية على دماغه لربما البعوضة دي تطلع. وتخيل إن ملك من ملوك الأرض يتضرب بالأحذية على راسه. وفي مرة من المرات ضربة قوية جت من حذاء على راسه، جت جامدة شوية فقتلت النمرود. ساعتها البعوضة طلعت علشان بعد كده يكون عبرة لكل من يسول له نفسه أو يخدع غروره إن هو يتحدى أو يتطاول على الله. وفي النهاية عايز أقولك إن صحيح ممكن ما تصدقش معظم القصص اللي احنا حكيناها، بس هقولك إن في أحداث أكيدة زي قصة تايتانيك وقصة الرئيس البرازيلي اللي قال التصريح بتاعه لحظة غرور، وأحداث تانية كتير. لكن مفيش شك إن محدش يقدر يتحدى ربنا بالفعل ولا حتى بالكلام، وأي مخلوق هتخدعه نفسه ويفتكر إن هو بعيد عن قدرة ربنا هيجيله الرد الصاعق اللي هيخليه يعرف إن هو أقل من إن هو يفكر في حاجة زي كده. بس كده. وفي النهاية أحب أشوف طبعا رأيك في كومنت سواء مؤيد أو معارض للقصص. مجرد تعليقك وتفاعلك شرف ودعم لي. سلام. مبسوط معاكم واتمنى طبعا دعمكم، وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى الانستجرام، والسبسكرايب الجميل واللايك والشير والتعليقات اللي هرد عليها طبعا بنفسي، واللي ما فعلش الجرس يفعل الجرس عشان لو في جديد يوصله كل جديد. شكرا.